في الموضوع أنه يتم الحفاظ على بعض المحاور، منها القيم المجتمعية ومنها عدم الإضرار بالشكل الحضاري للمدن والشوارع والمباني. نعم. يعني أنا بس حابب أقول لحضرتك إن إحنا بنتكلم عن جزئية ليس لها أي علاقة بالواقع. الواقع يقول أن النظام العسكري الانقلابي الموجود الآن يرفض أي مساحة من مساحات الحرية، والدليل على ذلك أنه رفض تماما برنامج مثل برنامج باسم يوسف، لأنه أشار من قريب أو بعيد أن هناك انقلاب، أشار من قريب أو بعيد أن هناك فئة معينة تنافق من يحكم الآن وتصوره بصورة الإله الذي لكن القيادة العامة للقوات المسلحة والمتحدث العسكري قالوا احنا ما لناش علاقة بهذا الموضوع خالص، ولا رئاسة الجمهورية. نعم، ولكن يعني الجميع يعلم حتى إن كان ليس له علاقة، فهناك يعني أذرع كما كانوا يقولون، يعني هي التي تتحكم وهي التي تدفع وهي التي تسير الأمور كما يريدون يعني، أو على هواهم يعني. فنحن نتكلم الآن عندما نتكلم عن قيم مجتمعية، أو عندما نتكلم بحجة يعني العادات والتقاليد، فهذا الأمر ليس له أي علاقة بأمر الجرافيك وبأمر الفن. زي ما قلت لحضرتك، تقليص لمساحة الحرية، محاولة لإسكات كل الأصوات التي تسير في اتجاه غير الاتجاه الذي يريدون أن يجعلونا نسير فيه. يعني زي ما قلنا ان هو يعني الفن لا يستطيع ان يعمل الا في جو الحريه. فاذا اردت ان تفرض على الفنان قيود، واذا اردت ان تفرض على الفنان يعني نوع من انواع القيود التي بحجه انه يعني. ولماذا تسميها قيود؟ لماذا لا تسميها تنظيم؟ يعني حضرتك، نحن الان في حاله ثوره، نحن الان في حاله هياج في الشارع المصري، نحن الآن يعني هناك يعني ما زلنا حتى الآن يعني الكثير يقول أن 30 يونيو أتت لتمسح 25 يناير. أنا واحد من الناس أوافق على هذا الكلام، وأعتبر أن ما يحدث الآن في مصر وحالة ردة شديدة إلى الوراء. في حالة الثورة لا نستطيع أن نجمل ولا نستطيع أن نتكلم عن الأشياء الجميلة، ونحن الآن في حالة موت وفي حالة دم وفي حالة ثورة وفي حالة ثوران. فهذا الكلام يعني بعيد عن الواقع. يعني أنا بس طب خلينا نتكلم في الواقع يا أستاذ زكي. يعني هل ينفع مثلا إن حد يعمل رسوم جرافيتي مثلا على جدران كنيسة أو جدران مسجد أو جدران مؤسسة حكومية معتبرة أو سفارة من السفارات؟ ما هو لازم الأمور دي تتحسم. لماذا مثلا لا يقبل الفنانون اقتراح زي تخصيص أماكن ولابد من الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة للرسم على جدار معين من الجدران؟ إيه المانع في كده؟ ما أنا بقول لحضرتك إحنا مش معترضين على موضوع التنظيم. يعني أنا ليس اعتراضي على موضوع التنظيم، أنا اعتراضي على الهدف من هذا التنظيم والتوقيت. يعني لكن التنظيم أمر موجود. أنا يعني للشهادة للتاريخ، لما حصل مسح بعض رسومات الجرافيتي وكان رابطة الناس رسومات في شارع محمد محمود، اتصل أسامة ياسين وكان وزير الشباب بنا وعرض علينا أن يكون هناك، واقترحنا عليه أن يكون شارع محمد محمود يعني يتم تخصيصه لرسومات الجرافيتي وتخصيص أماكن. احنا اللي اقترحنا هذا الاقتراح، يتم تخصيص أماكن في القاهرة. ما هو ده اللي أنا بسأل حضرتك عليه، أنت كده جاوبتني. يعني أنتم مش رافضين ده، لكن أنتم تشككون في نوايا من يقومون على هذا القانون ويبندوا بأنه هو هذا التوقيت وهذا الوقت بالذات. يعني ولماذا يعني في هذا التوقيت يصدر هذا القانون؟ يعني هذا ليس وقته. يعني طيب هسأل الأستاذ سامي كمال الدين، هل في مشكلة في التوقيت يا أستاذ سامي؟ شايف إن فعلا يعني هناك تشكيك في النوايا؟ هل هذا وارد وهل هذا واقع؟ هي المشكلة في السلطة الموجودة وفي اختياراتها. يعني اختياراتها لإيه وعايزة الفن ده